احتفل المخرج الشاب محمد بيومي نجل الفنان بيومي فؤاد بخطبته أمس في حفل اقتصر على الأسرتين والأصدقاء والأقارب فقط. ولكن بعد انتشار الصور لاحظ الجميع عدم حضور بيومي فؤاد خطوبة نجله، وبدأ البعض يسأل حول هذا الأمر، وحقيقة إن كان هناك خلافات بين الأب والابن أو هناك اعتراض من الأب على العروس. ولكن صرح مصدر مقرب من الفنان بيومي فؤاد والذي كشف سبب غيابه عن حضور خطوبة نجله قائلا: بيومي فؤاد بيعرض مسرحية السندباد بطولة الفنان كريم عبد العزيز في جدة، وهو ملتزم بمواعيد وارتباطات لا يمكن إلغائها. واحتفل نجل الفنان بيومي فؤاد محمد بخطوبته في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأقارب، ونشر محمد بيومي فؤاد صورا من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وتصدر اسم الفنان بيومي فؤاد ترند مواقع التواصل الاجتماعي فور نشر صور خطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفني. ولم يظهر بيومي فؤاد في صور الخطوبة، مما دفع الجمهور في التفكير عن سبب عدم حضور بيومي فؤاد حفل خطوبة نجله. وفي سياق آخر، يعرض الفنان بيومي فؤاد حاليا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي فيلم أهل الكهف، حيث تدور أحداثه في إطار خيالي قصة 7 من البشر يستيقظون من نومهم بعد 3 قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن. وكانت قد رفعت دور العرض السينمائي فيلم أسود ملون من بطولة بيومي فؤاد تدريجيا من السينمات المصرية، وذلك بعد ضعف إيراداته خلال الأيام الأخيرة، حيث قد فشل في تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر منذ طرحه تزامنا مع موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وحقق الفيلم 0 إيرادات في شباك التذاكر طبقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي. وبكده تكون انتهت فقرتنا. لو عجبتك القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.